اهلا بيكم معايا وصحتك في اكلتك دكتوره نوره صاوي وشوربه الطماطم اللذيذه. هنعمل مع بعض النهارده شوربه طماطم لذيذه وخفيفه وهتدفينا في الشتاء اللي احنا فيه. طبعا الشتاء بيحب الشوربه. وتاني حاجه القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. المقادير بتاعتنا ايه؟ نص كيلو طماطم مقشراها. هتقشريها ازاي؟ بصوا انا مقشراها ازاي اهي. هتقشريها ازاي؟ هتجيبي شويه ميه مغليه على البوتاجاز، هتحطي فيها الطماطم نص دقيقه بالظبط وتقومي مطلعها حطها في ميه ساقعه، هتتقشر معاكي بكل سهوله. اوكي. بطاطسايه صغيره خالص وجزرايه صغيره متقطعه اي تقطيعه، بصلايه برضو صغيره متقطعه اي تقطيعه، شويه كريمه لباني صغيره ده للتزيين فوق، وفلفل اسمر وملح. دلوقتي عايزين نشوف شوربه الطماطم بتاعتنا دي نعملها ازاي في البيت، اسهل منها مفيش. دلوقتي انا جبت حله وحطيتها على النار. هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها دلوقتي شويه زيت صغيرين كده. اوكي. هنحط البصل بتاعنا، بعد كده هناخد الطماطم بتاعتنا دي ونقطعها اي تقطيع. دلوقتي كمان نحط عليها الجزر والبطاطس بتاعتنا، نتبلها بشوية الملح وشوية الفلفل الأسمر. اوكي. ونقلب فيها كده شوية صغننين لغاية بس ما نحس ايه ان هي هتبدأ تدبل وتنزل ميتها شوية. الطماطم هتنزل مية. عايزه اقول لكم ان الطماطم دي مهدور حقها جدا، فيها قيمه غذائيه عاليه واحنا ما بنهتمش بيها. مامي انا عايزاكي تركزي معايا قوي في الحته دي عشان الولاد وعشانك انتي كمان. الطماطم فيها نسبه كالسيوم عاليه طبعا، وفيها نسبه فيتامين كي. فيتامين كي ده مهم جدا عشان خاطر هو اللي بيثبت الكالسيوم بتاعنا على العظم، غير فيتامين د. فيتامين د هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الامعاء، لكن فيتامين كي بيثبته على العظم. دي معلومه مهمه جدا. تاني حاجه في فيتامين اي، وفيتامين اي ده مهم جدا عشان صحه بشرتنا وصحه شعرنا، وكمان مهم عشان خاطر هو مضاد للاكسده فبيحمي الخلايا من التلف، مهم عشان خاطر صحه العين. فيها كمان فيتامين سي، وفيتامين سي ده هو مضاد للاكسده وبيحمي برضو الخلايا من التلف. تمام كده. دلوقتي بقى انا عايزه تيتا هي اللي تركز معايا. ليه؟ لان الطماطم هي مصدر مهم جدا لعنصر اسمه الكروميوم، وعنصر الكروم او عنصر الكروميوم ده مهم جدا في تظبيط ضغط الدم، فطبعا مهمه للناس اللي بتظبط ضغطها. ما تقلقيش من الناس اللي بتقولك ايه ان الطماطم فيها نسبه املاح عاليه، لا هي ما فيهاش نسبه املاح عاليه ولا حاجه. تمام كده. ده هي مفيده كمان لمرضى الضغط، ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مرضانا. كمان فيها خصائص مضادة للالتهاب، بتخفف اي التهاب موجود في الجسم وبالذات التهاب المفاصل. تمام كده. والروماتيزم بقى فهو ده برضو مهم عشان خاطر امهاتنا اللي بتعاني من الروماتيزم والتهاب المفاصل. اوكي كده. كده ادي الطماطم نزلت ميتها. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ الحاجة اللي هنعملها ان احنا هنغطيها وهنوطي عليها ونبص عليها كل شويه برضو. لو لقيناها نشفت ومحتاجه ميه والبطاطس والجزر بتاعنا والطماطم لسه كل ده ما تبلش، نزود شويه ميه صغيرين خالص، وبعد كده ايه؟ وبعد كده نقفل عليها تاني ونوطي عليها ونسيبها لغايه ما كل الخضار اللي فيها يستوي على الاخر ويدوب كده. كده هنبص على الطماطم بتاعتنا، نوطي بس النار كده شويه اهي. بصوا هي كده استوت، كل حاجة مستوية فيها. ادي الجزر مستوي والبطاطس استوت والطماطم اتهرت خالص. اوكي. اللي هنعمله ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب الهاند بلندر وهنضربها. ما عندكيش هاند بلندر سيبيها تبرد شوية وبعد كده اضربيها في الخلاط. اوكي. بس ايه، تضربي بالهاند بلندر يعني شوية شوية كده عشان مفيش حاجة تيجي على وشك. بصي كده خلاص خلصنا ضرب في الشوربه، بقت شوربه خالص اهي مفيش فيها حاجه جامده من جوه. دلوقتي هنشيل الهاند بلندر. دلوقتي انا محتاجه ازود شويه ميه
اوكي. ولو عندك شوربة لحمة او شوربة فراخ وعايزة تحطيها ممكن تحطيها، تديها طعم حلو قوي برضو. كده الطماطم بتاعتنا غليت، الشوربة غليت، هي كده جاهزة على التقديم وهنبدأ نقدمها. دلوقتي احنا عايزين نقدم شوربة الطماطم بتاعتنا زي ما المحلات بيقدموها بالظبط عشان ما نروحش ناكلها بره. هما بيقدموها ازاي؟ طبعا بيحطوا عليها كريمة، احنا ممكن نحط شوية كريمة تحت كده اهو عشان تدي ايه شكل حلو. وكمان بيقدموا معاها عيش، يعني العيش ده عيش محمص، انا محمصاه. اي في نوع عندك بقى، اي عيش ناشف ممكن تحمصيه، وممكن تقدميها مع عيش عادي مش محمص ولا حاجه. دلوقتي هنحط الشوربه بتاعتنا. الطماطم دي بقى مشكلتها مع مين يا جماعه؟ مشكلتها مع الناس اللي بتعاني من القولون. ليه؟ لان الناس اللي بتعاني من القولون الطماطم هتعمل لها تهيج في القولون شويه. كمان مشكلتها مع مين؟ مشكلتها مع الناس اللي عندها قرح والتهابات في المعدة، لأن كترها بيزود الحموضة، فبالتالي هيزود الالتهابات أو القرحة. كمان فيها العنصر أو البوتاسيوم، فيها البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده مشكلته برضو مع ايه؟ مع مرضى الكلى، بيعمل لهم زي لود كده على الكلى اكتر ما هم ربنا يعافيهم يا رب بيبقوا تعبانين. وكمان ممكن في ناس عندها حساسية منها. الحساسية دي بتظهر في صورة ايه؟ في صورة تهيج في الجلد، يعني الهرش وكده، وممكن طفح جلدي كمان. يستحسن طبعا لو حد عنده حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي يقلل في اكل الطماطم. اوكي. دلوقتي هنعمل ايه كمان؟ هنحط شوية كريمة لباني على الوش كده اهو، عشان بس نخلي شكلها حلو وتفتح نفسنا على الاكل. هنحط شوية عيش اهو، هي بتتقدم في المطاعم كده بالظبط. اوكي. كده شوربة الطماطم بتاعتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا على صحتكم يا رب، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.